صباح الفل. حبيبي والله ربنا يخليك. والله بحس ان حضرتك اخويا شرف وجارك. ليا. انا جارتك والله يا دكتور. والله والله. ونفسي اسالك سؤال. اسالي. مامتك ايه الدعوه اللي كانت على طول بتدعي لها؟ والله بصي انا لحد دلوقتي امي عايشه معايا ما شاء الله ما شاء الله. وده من أنا فضل عارفة بيتك على فكره. وده من فضل ربنا. انا كل يوم الصبح وانا نازل لازم اعدي يعني ابوس ايديها واقول لها ادعي لي. تمام. ولو لقيتها لسه نايمه ولا حاجه اقوم داخل عليها الاوضه عشان عايزها تشوفني، عايز اخد الدعوه بتاعت الصبح. عارفه لما باخد الدعوه بتاعت الصبح وانا نازل بس خلاص ببقى مستريح. والله فعلا والله. يعني هي لسه دلوقتي وانا نازل قالت لي روح ربنا يسترها معاك. متخيله بقى الدعوه بتاعت الستر دي يخش تحتيها ايه كتير. يعني ربنا يسترها معاها. خلاص يسترها ان العيانه تبقى كويسه، يسترها ان ما يحصلش مضاعفات، يسترها يسترها وانت ماشي بالعربيه، يستر كل حاجه. خلاص الستر مفيش احسن من كده يعني. ربنا يخليها لك يا رب يا رب. شكرا شكرا على الطاقه الايجابيه اللي انت اديتيها لي دي على الصبح والله. بجد بجد انا اللي باخد. انا طبعا حضرتك بقى لي سنه انا جيت لك مرتين وتردد. بتحصل لي ظروف. كان ابني اتعرض لحادث في الرحاب جنبنا فاتاخرت عليك شويه، بس قلت انه باجي. لا ان شاء الله ان شاء الله. والله يا دكتور كل ما اتكلم مريضه اكني بتكلمني والحمد لله اتحققت. الحمد لله الحمد لله. وتقومي بالسلامه ان شاء الله وابنك بخير الحمد لله. الحمد لله. ان هو بخير. الحمد لله. بس خلاص الدنيا وما فيها. والله يا دكتور ربنا يخلي لك اولادك. ده انا بيوجع. طبعا اسود يوم بيوجع طبعا. الله لا يحرمك من طبعا. اولادك. يا رب.